السلام عليكم. الحقيقه ما كنتش متخيل ان انا في يوم من الايام هقف كده واتكلم عن ازاي تحسن اللغه الانجليزيه عندك، ازاي تكون فلوينت في اللغه الانجليزيه. لدرجه ان انا في بدايه دخولي للجامعه شفت سي في بتاع حد شغال في مايكروسوفت، وعديت على كل السكيلز اللي موجوده في السي في، والحاجه الوحيده اللي استوقفتني هي ان هو فلوينت ان انجلش. يعني انا تجاهلت وكأني كده استسهلت باقي السكيلز الا فلوينت ان انجلش. يعني تخيلت كده اللي هو ازاي حد يكون فلوينت ان انجلش اصلا. وقتها الحقيقه ما كنتش اعرف يعني ايه فلوينت، وقتها رحت شفت يعني ايه فلوينت، وقعدت اشوف كده طب يعني ايه فلوينت اصلا، ازاي ان في حد بيتعلم لغه تانية. وقتها ما كنتش لسه تعرضت لليوتيوب ولا عرفت ان في حد مثلا بالفعل بيتعلم لغه تانية وبتكون قريبه للغته، يعني بيعرف يتعلمها كويس وبيتكلمها وكأنها لغته. طبعا مش نفس المستوى، بس يعني بيعرف يتكلمها بسلاسة بطلاقة. فالحمد لله يعني على اللي انا وصلت له دلوقتي. والنهارده ان شاء الله هحاول اتكلمكم كده، مش هيكون على موضوع معين، لكنه هيكون فيديو كده تقدر تقول عليه دردشة عن اللغة الانجليزية، ان شاء الله يفيدك سواء اذا كان مستواك مبتدئ او مستواك متوسط او حتى بتتكلم اللغة الانجليزية كويس. خلينا نتفق ان مفيش طريق واحد لتعلم اللغة الانجليزية. يعني انت لو سمعت كلام الناس اللي هي اتعلمت اللغة الانجليزية بالفعل وما زالت بتتعلم، هتلاقي كل واحد عنده قصة مختلفة. في حد فعلا اتعلم عن طريق انه بيسمع بودكاست، حد تاني كان موجود في بيئة بيتكلم فيها باللغة الانجليزية، حد ثالث كان دايما مهتم مثلا بحاجة معين بجانب معين، مثلا ممكن بيقرأ باللغة الانجليزية، حد ثالث مثلا كان بيحب يكتب يومياته باللغة الانجليزية. فبالتالي كل واحد ليه قصته المختلفة، فانت بالتالي انت ليك قصتك المختلفة من ناحية تعلمك اللغة الانجليزية. انت شوف الحاجة اللي انت مهتم بيها، حتى لو كانت اي حاجة في الدنيا. يعني دلوقتي لو نفترض انت بتحب العاب البلاي ستيشن مثلا، او بتحب تتفرج على الماتشات. انا في فترة مثلا كنت بتفرج فيها على الماتشات باللغة الانجليزية. في رمضان مثلا كنت بسمع دروس باللغة الانجليزية، يعني كنت بشوف الناس هم بيدوا دروس دينية باللغة الانجليزية، هم ناس اصلا بيكونوا مثلا امريكان او بريتش او حتى عربي، بس عايش هناك وبيدي دروس باللغة الانجليزية، يعني دروس دينية سواء اذا كانت سيرة عقيدة او دروس تزكية عموما باللغة الانجليزية. فبالتالي شوف الحاجة اللي انت مهتم بيها ايه هي بالظبط، وحاول تلتزم بيها، حاول تخليها هي المصدر لتعلمك اللغة الانجليزية. وزي ما اتفقنا كل واحد ليه قصة معينة في تعلم اللغة الانجليزية، فانت خلي ليك قصتك في تعلم اللغة الانجليزية. بالمناسبة حتى لو كنت صنايعي ممكن تشوف واحد باللغة الانجليزية على يوتيوب مثلا بيصور يومه وهو شغال، فبالتالي بيتكلم. انا مؤخرا مثلا كنت مهتم بعربيات الشاحنات الكبيرة، فتابعت يوتيوبر كندي بيتكلم مثلا عن التراكس والشاحنات، وبيصور يومه وهو ماشي وبيصور الطريق وكل ده. فانت شوف زي ما قلت لك، شوف الحاجه اللي انت مهتم بيها واصنع من خلالها كده قصه نجاحك باللغه الانجليزيه. بعد ما تعمل كده بقى حاول تزيل كل الحاجات التانية. ما اقصدش تزيلها كلية، لكن تزيل المشتتات منها. يعني لو نفترض دلوقتي ان انت بالفعل قررت تتعلم اللغه الانجليزيه، ونفترض المثال هو انت مثلا دلوقتي سواق، وقررت مثلا تتابع واحد سواق فعلا بيسوق شاحنات من دولة لدولة تانية مثلا. ففي الحالة دي بقى يعني بلاش تسمع مثلا لفيديوهات اللي هي التيك توك مثلا عشان يتكلم على طريقة مذاكرة الكلمات مش عارف بطريقة ايه. بلاش مثلا تسمع مثلا الريلز اللي هي على اليوتيوب اللي هو مثلا بيكلمك على كلمات معينة مش عارف فين. كل الحاجات ديتي هي ظاهريا كده حلوة، لكنها هي بتعقدك بس مش اكتر. يعني هي بتحسسك ان في حاجات تانية كتير جدا انت ما اتعلمتهاش، فبالتالي مش هتعرف. يعني بتخلي عندك كده اللي هو بتسيب عندك كده حاجة جواك اللي هو انت كل ده لسه هتعلمه وكل ده لسه ما اتعلمتوش، طب انا هعمل ايه دلوقتي وكل ده. فبالتالي بتأثر عليك نفسيا، الا اذا طبعا اذا كنت انت مجتهد وبتاخد كل كلمة وتقعد تكررها وبتقعد تستخدمها في سياق معين وبتكتبها على نوت عندك وكل ده. بس طبعا ده كله صعب يعني، وده والسيناريو اللي انا بقول لك عليه ده مش منطقي ان في حد فعلا مهتم بحاجة وبيوظف المهارات بتاع اللغة الأربعة على الحاجة اللي هو بيتعلمها ديتي، وبيعمل حاجة تانية. محدش بيعرف يعمل كل ده في نفس الوقت. فانت شوف الحاجة الوحيدة اللي انت مهتم بيها، ممكن حاجتين ممكن اكتر،
اكتر مش هيفيدك ويشيل باقي العوائق التانية عشان ما تأثرش عليك. كمان يعني ما تحاولش تسمع لحد كتير بقى مثلا، يعني اللي هو يعني كتر المصادر في الوقت الحالي هي للأسف مش حاجة حلوة. يعني حاول تركز مثلا مع زي ما اتفقنا مع حد 2 3، اكتر من كده لا. عايز اقول لك ما تستعجلش، يعني انت مهما كنت قضيت وقت مع تعلم اللغة الانجليزية انت ما قضيتش وقت كفاية. انا مش بحبطك، بس يعني النيتيف اللي انت الشخص المتحدث الاصلي اللي انت بتقارن نفسك بيه ده هو بيسمع اللغة ل 20 سنة 30 سنة 40 سنة 60 سنة او اكتر. فبالتالي انت ما تقارنش نفسك بيه دلوقتي، انت ما سمعتش لغة كفاية، انت ليك سنة ولا 2 بتتعلم اللغة. يعني الموضوع يعني حاول ما تضغطش على نفسك في الموضوع ده قوي، يعني لان هو كان دايما بيحبطني. اللي هو انا كنت بقعد كده اسمع وفجأة كده اللي هو احاول اقارن مثلا الكلام اللي انا بقوله بالكلام اللي اي جي هوج بيقوله. فجأة كده اللي هو رحت لحد في مرة سمعت له فيديو هو بيتكلم فيه اللي هو بيتكلم ان هو ما تقارنش نفسك بيا. انا بسمع انجليزي ليا 40 سنة من يوم ما اتولدت لحد النهارده بسمع انجليزي، انما انت لسه بتتعلم. يعني سمعت قد ايه؟ اكيد ما سمعتش زيه طبعا يعني. فبالتالي حاول ما تضغطش على نفسك في الموضوع ده، حاول ما تضايقش نفسك مثلا بين الاكسنت بتاعتك مش افضل حاجه. حاول تسجل نفسك مثلا كل شهر وقارن نفسك بنفسك في الماضي، لكن ما تقارنش نفسك بحد وكمان نيتيف. انت كده بتظلم نفسك الحقيقه في موضوع انك بتهدم نفسك بسبب ان انت مش هتوصل للليفل بتاعه. فما تضغطش نفسك بحاجه زي كده. فبالتالي هي زيها زي اي مهاره، يعني انت لما تيجي تتكلم مع حد، لما تيجي تتعلم مع حد يعني هتعمل غلطات. يعني عمرك كده ما هتبتدي في تعلم اللغة الإنجليزية أو أي حاجة عموما وهتمشي كده في طريق مستقيم. لا، أنت كده هتقابل مشاكل، هتقابل غلطات في حاجات. هتكتشف أنا ضيعت شهر من حياتي عشان كنت بعمل الموضوع الفلاني واتضح إن هو يعني غير مفيد ليا في الوقت الحالي مثلا، أو قد يكون غير مفيد إطلاقا. فبالتالي أنت يعني ماشي في الطريق، المهم تكمل، بس ما يكونش الطريق غلط تماما. يعني تحاول تسمع نصايح الناس لكن ما تاخدش مثلا كلام حد واللي هو ده الصح بس. اي طريقة تانية لا، او تتعصب انك تتعصب لآراء ده ما ينفعش طبعا. فاحنا كلنا بنتعلم وكلنا بنغلط في اللغة، حتى الناس النيتيفز نفسهم بيغلطوا. زي ما انا دلوقتي بتكلم معاك بالعربي اكيد غلطت. مش ماسك انا مثلا مش مدقق لغوي في الوقت الحالي مثلا وبقعد احسب كل كلمة بتتقال ازاي. لا، انا بتكلم معاك عادي خالص، فبالتالي بعمل غلطات. سواء بقى الغلطات ديتي مثلا في النطق بتاعي، ممكن مثلا مثلا وانا بتكلم كده عادي بسرعه، فبالتالي مثلا بدل ما اقول لك طبعا قلت لك طبعا، يعني اللي هو نطقت حرف الطاء تاء. فبالتالي يعني عادي موضوع الغلطات ده، يعني ما تشغلش بالك بيه. ما تحاولش تضغط نفسك قوي وانت بتتكلم، يعني حاول تتكلم بشكل طبيعي خالص بحيث انك ده ما يأثرش على تقدمك. احد العوائق اللي مش مخليك فلوينت لحد دلوقتي هو حفظك لكلمات كتير. هقولك ازاي. الحقيقة حفظك لكلمات كتير بيخليك تقضي مع كل كلمة، او بيخليك تمر على كل كلمة مرور الكرام، ما بيخليكش تقضي الوقت المناسب مع كل كلمة بحيث انك فعلا تلاقيها وقت ما تحتاجها. لو نفترض دلوقتي انك بتقرأ ولقيت كلمة مثلا sustain، حاولت مثلا تشوف معنى الكلمة، لقيتها بالعربي مثلا sustain معناها يحافظ، فايه كتبت كده sustain يعني يحافظ، بس ده اللي انت كتبته. فبالتالي دلوقتي انت في محادثة مع حد وبالفعل بتتكلم مع حد وانت محتاج تستخدم كلمة sustain. دلوقتي قعدت كده تفكر، ده لو اصلا حد يعني سبك اداك فرصة تفكر اصلا، لان في المحادثة اليومية مفيش وقت للتفكير. فبالتالي قعدت تفكر كده عشان تستخدم كلمة sustain. يعني لو نفترض ان حد سمح لك انك تقعد تفكر عشان تقول الكلمة اصلا، فبالتالي يعني دلوقتي انا لقيت الكلمة بتاع sustain، لقيتها الحمد لله، بس عانيت شوية. فبالتالي ده بيعوق اللي احنا عاوزينه، هو انك تكون بتتكلم بشكل فلوينت. فازاي تحفظ الكلمة بقى؟ اولا كده انا دلوقتي بقرأ ولقيت كلمة sustain قدامي، اعمل ايه؟ اخد كلمة sustain وعلى جوجل واشوف معناها بالعربي واكتبها؟ طبعا لا. اولا هنمسك كلمة sustain، نبص على الجملة المكتوب موجودة فيها، احاول اخمن المعنى بتاع كلمة sustain، او احاول اجيب كلمة تانية بدل كلمة sustain، هو هشوف المعنى هيمشي ولا لا. عرفتها تمام، ما عرفتش مش هخش على الطريقة اللي بعدها.
وهي الطريقه اللي بعدها ناخد كلمه sustain على موقع يوجلش. فكده انا هعمل ايه؟ انا هسمعها على موقع يوجلش وهشوف الكلمه، يعني هتكتب الكلمه sustain على يوجلش، هسمع الكلمه في سياقات مختلفه، فبالتالي يعني هعرض نفسي لجمل مختلفه للكلمه ديت بحيث ان انا اقدر اعرف معناها وفي نفس الوقت اعرف اسمعها عشان اعرف انطقها. فكل ده مع كلمه sustain. احنا لسه ما خلصناش. عرفت معناها؟ كويس. ما عرفتش معناها، وقتها بقى هتروح تمسك الكلمة sustain، تكتب كده على جوجل او على تشات جي بي تي، تكتب sustain meaning. sustain meaning ديتي يعني لقيت نفسك كده sustain means to keep something، لقيت نفسك خلاص كده بقى فهمتها. يعني ده كده to keep something معناها لو يحافظ على شيء معين مثلا او على حاجة معينة، فانت كده عرفتها. وقتها بقى تعمل ايه؟ هتمسك كلمة sustain تكتبها في النوت عندك، وتكتبها تكتب الجملة بتاعتها، الجملة الأولانية اللي انت سمعت فيها كلمة sustain. حابب تكتب جمل تانية؟ يا سلام، ده كويس جدا. لكن قبل ما تنتقل للمرحلة دي حاول تقرأ الجملة أكتر من مرة. وبعد ما تعمل كده هتحاول تستخدم حاجة اسمها space repetition. space repetition هو التكرار المتباعد، بحيث انك تستخدم او حيث انك تراجع على الكلمات دي تاني على فترات زمنية متباعدة بحيث انك تفتكرها. لانك برضو لو عملت كده هتيجي مع الوقت النظام ده. يعني احنا مثلا بالطريقة اللي احنا عملناها دي ممكن الكلمة تفضل عندك يومين، بدل مثلا من الاول كانت بتفضل عندك نص يوم. فكده هتفضل عندك كلمة يومين، لما تفضل عندك كلمة يومين هتيجي بعد يومين تراجعها، وهكذا وهكذا. التكرار المتباعد ايه افضل حاجة بالظبط؟ هو الافضل هو اول ما تبدأ تنسى الكلمة يعني تراجعها تاني. هتعرف منين امتى بالظبط، او تعرف منين انت هتنسى الكلمة امتى؟ يعني هو عادة تحفظ مثلا لو حفظت كلمات النهاردة، بكرة تراجعها تاني، بعدها مثلا 3 ايام تراجعها تاني، بعد كده بعدها باسبوع، اسبوعين، شهر، شهرين، سنة، لحد ما الكلمة تتحفر في دماغك. بالمناسبة يعني لما تيجي بعد كده تحفظها مثلا بعد سنة، مش هتحتاج اصلا انك تقعد تقرا الجمله وتبص كذا، انت بس هتبص للجمله كده، انا عارف sustain وعارف الجمله وعارف كذا وعارف كذا وعارف كذا. فبالتالي الموضوع مش مرهق، ما تقلقش، مش هياخد منك الوقت اللي انت متخيله ده. حابب اكد كمان واقول لك ان هو مش بكتر حفظ الكلمات. لو نفترض انك عندك 1000 كلمه في اللغه الانجليزيه وشخص ثاني عنده 100 كلمه، لكن اللي عنده 100 كلمه ده بيعرف يستخدمهم كويس وبيعرف يتكلم بيهم بدون ما يقف فعلا، ده بالفعل هو افضل منك بمراحل، لانه بيعرف يتكلم بشكل فلوينت. وزي ما اتفقنا ان في المحادثه اليوميه مفيش مجال للوقوف، مفيش مجال مثلا انك تقف. احيانا كده مثلا لما كنت شغال في الكولز في الكاستمر سيرفيس، لو كنت وقفت في يوم كده، لو بكون بتكلم مع حد ووقفت، بلاقي الشخص اللي انا لما انا اقف كده بلاقي قاطعني وهو يتكلم هو. واحيانا بيكون الموضوع مثلا موضوع جدال ونقاش، ما ينفعش اقف في النص الا مثلا لو انا صوتي راح زي كده بس. فبالتالي موضوع انك يعني تتكلم، حاول تشوف، يعني حاول تتقن الحاجه اللي بتتعلمها، ما تحاولش تجري، انت مش في سباق. الموضوع يعني مش بكتر المعلومات زي ما اتفقنا، لكن هو بمدى اتقانك لكل حاجه انت اتعلمتها. تكمله لموضوع حفظ الكلمات، حاول ما ترهقش نفسك بحفظ 100 كلمة يوميا، 50 كلمة يوميا، 10 كلمات يوميا ممكن، لكن مش اكتر من كده. فما تضغطش نفسك، هو مش بكتر الكلمات، هو الفكرة في انك تستخدم الكلمات دي. يعني زي ما ضربنا المثال من شوية على كلمة sustain، انت بالفعل عندك طاقة اكتر، حاول تشوف مثلا 100 جملة على كلمة sustain بدل 100 كلمة النهاردة. الحقيقة بالطريقة ديت انت يعني مش مجرد بس انت هتحفظ الكلمة حفظ تام او حفظ صم زي ما بنقول. الحقيقة انك هتعرف تستخدم الكلمة في سياقات مختلفة كتير جدا. فيعني حاول تلتزم بالطريقة ديت، يعني ده اللي انصحك بيه. في تطبيقات طبعا بتساعدك على موضوع التكرار المتباعد، التطبيقات اللي هي فلاش كاردز عموما، بحيث ان هي بتجيب لك الكلمات القديمة على شكل اشعارات كده، بحيث انك تراجعها وعشان تعرف يعني هي بتنظم لك الموضوع اكتر من انت تنظمه. لكن الحقيقة انا كنت يعني دايما بحب اكتب بالورقة والقلم احسن. يعني
حابب اقول لك هي دايما ما كانتش عمرها بكتر الحاجات اللي انت بتتعرض لها. يعني لو نفترض ان انت دلوقتي يعني انت شخص دلوقتي بيتابع يوتيوب، بيتابع يوتيوبر معين مثلا هو بيتكلم باللغه الانجليزيه دي لغه الام، فانت بتتابعه عشان تتعلم منه اللغه، ده هدف من اهداف متابعتك ليه مثلا. فبالتالي يعني اللي عايز اقول لك برضو عليه هو نفس اللي طبقناه في الكلمات هنطبقه هنا، من ناحيه مش بكتر الفيديوهات ولا بكتر الحاجات اللي سمعتها ولا بكتر الافلام اللي انت سمعتها عشان تتعلم اللغه. لا، يعني هي الفكره كلها في موضوع التكرار. يعني كل ما تكرر اكتر الحاجه الواحده بس هي افضل منك، يعني افضل منك مثلا تتفرج على حاجات كتير. يعني نفترض ان انت عندك مثلا 100 ساعه مذاكره. ال 100 ساعه مذاكره دول يعني لو قعدت يعني تسمع فيهم 100 حاجه مختلفه ديتي مش افضل حاجه. لكن لو مثلا سمعت فيهم 10 حاجات بس وكل حاجه فيهم 10 مرات، ده بصراحه يعني افضل حاجه، وده الطريقه الفعاله اصلا في تعلم اللغه. يعني زي ما احنا اتفقنا في الاول خالص ان انت عايز تتعلم زي اللي بيتعلم كطفل، ودي احد مبادئ اللغه، ان انت تتعلم زي اللي بيتعلم كطفل. الطفل فعلا بيسمع الجمله وبيسمع الكلمات مئات المرات عشان يعرف ينطقها وعشان يعرف يتكلم بيها وعشان يعرف يستخدمها في حياته اليوميه. حابب اكرر كمان هو انك ما تضغطش نفسك. يعني حاول دايما تمشي خطوات صغيره. الموضوع يعني مش بيجي كده بالضغط وانك تسترس على نفسك قوي في موضوع انك تتعلم اللغه. لا، اهدى كده على نفسك وامشي بالراحه في الموضوع، وان شاء الله الموضوع يعني ربنا يكرمك ويوفقك في تعلم اللغه. كمان حابب اتكلم عن حط لنفسك هدف اسبوعي في تعلم اللغه. يعني كنت دايما مثلا لما كنت بتعلم وما زلت برضو يعني مثلا بحط في الاسبوع ان هدفي مثلا ان انا احسن الحاجه المعينه دي. هدفي في الاسبوع ده ان انا اسمع مثلا فيديو عن البحار واعرف الكلمات المرتبطه بيه. هدفي في الاسبوع ده مثلا ان انا اتكلم عن الروتين اليومي. مثلا هدفي في الاسبوع ده ان انا اتعلم القاعده الفلانيه. فبالتالي حط هدف اسبوعي لتعلم اللغه، وما تكونش برضو هدفك كبير، مثلا مش اللي هو ازاي احسن الاكسنت بتاعتي الاسبوع ده واخليها جامد كده زي واحد نيتيف. لا، يعني حاول خلي عندك هدف صغير، زي مثلا احسن صوت الار عندي، زي مثلا احسن صوت التي اتش ساوند. كل ده يعني حاول تحط لنفسك هدف واحد اسبوعي وحاول تشتغل عليه ويكون هو ده ليه الاولويه في الاسبوع الحالي. حابب افكرك باهم حاجه هي انك تبراكتس. البراكتسنج هي اهم حاجه، هي اصلا الفلوينسي. ازاي هتكون فلوينت اصلا وانت مش بتبراكتس اللغه؟ سواء اذا كنت عن طريق انك بتتكلم مع حد او عن طريق انك بتكتب. يعني حاول يكون دايما في حاجه بتخرج منك عن طريق اللغه او بتعبر عن نفسك عن طريق اللغه دي. فبالتالي انك سواء اذا كنت مثلا بتتكلم مع حد في البيت، سواء تقف قدام المرايه تتكلم، تقف قدام كاميرا تتكلم، تدخل اونلاين وتتكلم مع حد، ارشح لك في الوقت الحالي فري فور توك. ممكن تدخل على فري فور توك تتكلم مع الناس، وان شاء الله يعني هتلاقي ناس هناك كتير جدا بيتعلموا اللغه الانجليزيه. حاول ما تخافش من غلطاتك وانطلق. اهم حاجه في تعلم اللغه ان يكون نفسك طويل. يعني مش هتيجي في يوم من الايام كده وتقف اللي هو انا بقيت فلوينت في اللغه الانجليزيه، او انا دلوقتي بقيت وصلت المستوى ما فيش مني اتنين في اللغه الانجليزيه وخلاص بقيت يعني شخص جامد جدا ومحدش يقدر يغلبني، وانا خلاص كده قفلت كتاب اللغه الانجليزيه وتعلمت كل حاجه فيه. لا، هو مفيش كده خالص في اللغات. يعني دايما في مصطلحات جديده، دايما في تعبيرات جديده، دايما في حاجه جديده انت عمرك ما سمعت عنها لكن متوهم انك اتعلمتها. بس الفكره يعني مش بنتكلم عن النقطه دي دلوقتي، احنا بنتكلم على فكره ان انت يعني حاول تستمتع بالطريق، لانه الطريق مش هيخلص، الطريق ملوش نهايه، مش هيخلص. لكن اللي عاوزك تنبسط بيه هو يعني وصولك لهدفك. يعني فيها اهداف مختلفه من تعلم اللغه الانجليزيه. يعني دلوقتي انا بتعلم اللغه الانجليزيه عشان اعرف اتواصل مع الناس، وبالفعل انا دلوقتي بتكلم مع الناس وبتواصل معاهم. بتعلم اللغه الانجليزيه عشان مثلا اسافر، او مثلا عشان الشغل بتاعي، وبالفعل اشتغلت باللغه الانجليزيه، فخلاص انا حققت هدفي من اللغه الانجليزيه. استمتع بقى. حابب احط هدف اعلى، خلاص ماشي تمام، بس ما يكونش مثلا هدفك كان من الاول انك تتواصل مع الناس مثلا او تشتغل باللغه الانجليزيه، وبالفعل اشتغلت ورحت مثلا بتقارن نفسك بحد مثلا
يعني بيتعلم اللغه الانجليزيه عشان يكون مترجم فوري، فبالتالي المستويين يعني في فرق شاسع ما بينهم. فما تحاولش تقارن نفسك بده، حاول يعني شوف انت كان هدفك ايه، وصلت له ولا لا. لو ما وصلتلوش كمل، ان شاء الله توصل. ما كملتش يعني حاول تستعين بالله وتعيد من الاول تاني، يعني لان الموضوع يعني في الاخر لما توصل لحاجه زي كده ان شاء الله يعني الموضوع هيكون مرضي بالنسبه لك. وان شاء الله كده ربنا يوفقكم. اهم حاجه يعني حاول تمشي خطوات صغيره يوميا لحد ما ان شاء الله ربنا يكرمك وتوصل لهدفك. بس كده. شكرا للمشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لو حد وصل لحد هنا اصلا، شكرا.